السلام عليكم. انت تعرف ان عادات العيد اللي بنعملها كل سنة دي قديمة جدا، مش اختراع جديد ولا حاجة. انا محمد ودي قناة اي حاجة. زمان ايام الفراعنة كانوا بيعملوا الكحك في المعابد كقرابين، وكانوا بيرسموا عليه اشكال غريبة، ولو ركزت تلاقي الكحك شبه الحلقات اللي كانوا بيلبسوها زمان. في العصور الاسلامية الفاطميين خلوه عادة اساسية في العيد، وكانوا بيوزعوا على الناس وعليه نقش كل واشكر، وده تقريبا أول إعلان تسويق للكحك في التاريخ. أما العيدية فبدأت برضه من العصر الفاطمي، كان الخليفة بيوزع دهب وفضة على الناس، والأطفال كانوا بيبقوا في قمة السعادة. طبعا احنا أخدنا العادة، بس الفضة والدهب راحت علينا. ولبس العيد، الخلفاء والسلاطين كانوا بيوزعوا هدوم جديدة على المحتاجين، وبعدها الموضوع انتشر وبقى كل واحد يجيب أحسن لبس عشان يفرح بالعيد. أخيرا صلاة العيد والتكبيرات سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا بيكبروا طول الطريق، واحنا لحد النهاردة مكملين في العادة دي. يعني العيد مش بس كحك وعيديات، ده عادات قديمة بقالها آلاف السنين. كل سنة وانتم طيبين.